إذا ما هو سر وضع اليمين على الشمال في الصلاة؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله نفس السؤال، فأجاب إجابة جميلة، قال: هو ذل بين يدي عزيز. هذا ذل بين يدي عزيز. يعني سأضرب لك مثالا. لو دخلت قصرا من قصور الملك وجدت أشخاصا قد رفعوا رؤوسهم وأنزلوا أيديهم وهم ينظرون في وجهك، وجدت أشخاصا آخرين قد طأطأوا رؤوسهم وأخفضوا أبصارهم ووضعوا أيديهم على صدورهم بهذه الصورة، ثم سألك أحدهم قال لك: من هم الملوك ومن هم العبيد؟ أظن أنك لن تجد صعوبة في الإجابة، بسرعة ستقول: هؤلاء ملوك وهؤلاء عبيد. واضح، لن تتعب. أخي الكريم، أنت بين يدي الله عبد وهو السيد سبحانه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.